بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عرس الديب للكاتب الوجدي بالقاسم بالعشي. وصلت إلى وجدة في يوم من أيام الخريف، وكان الجو ممطرا والنسيم عليلا، وبعض الغيوم القليلة المتفرقة لم تحجب كلية أشعة الشمس. هذا هو الوصف المناسب لعبارة عرس الديب التي نسمي بها عادة هذا الطقس الذي يجمع المطر والشمس. ملئت الشوارع والطرقات بالمارة والسيارات، وملئت المقاهي بالناس. لا أدري لماذا يقضي الوجديون الساعات الطوال في المقاهي يتحدثون ويملؤون شبكات الكلمات المتقاطعة. قررت اقتناء بعض الجرائد. ما زال الكشك في مكانه، والحسن أيضا ما زال هنا. شاب شعره وامتلأ وجهه بالتجاعيد، حتى أنني وجدت صعوبة في التعرف عليه، لكنه يحتفظ بنفس رشاقته وخفة دمه. شعرت برغبة في تناول قهوة في كولومبو، فهناك سألتقي بابن أخي الذي سيتكلف عناء مرافقتي لزيارة وجدة الألفية الثالثة. في البداية وقفت على قبري والدي وترحمت عليهما في جو من الهدوء والسكينة. اختلطت لدي مشاعر الحزن مع إحساس بالرضا على نظافة المقبرة ومستوى العناية بالقبور. عدت إلى وسط المدينة أتجول في شوارعها داخل طفولتي، أمشي حاملا ذكرياتي البعيدة. تسللت عبر الزمن لأعود إلى طفولتي وأعيش لحظات اللامبالاة والسعادة والحماقات. انغمست كلية في هذا الجو البهيج والدافئ. لقد قضيت كل طفولتي في هذه المدينة التي أحبها، أحب ألوانها وحلاوة العيش فيها. يقول الكاتب الفرنسي سانت-إكزيبيري: ننتمي إلى طفولتنا كما ننتمي إلى وطننا.